تليفون واحد خلى واحدة من أقدم الموظفات في بلدية مدينة بنزرت تدخل في دوامة ما كانش تتخيلها في أخيب أحلامها. جاسوس روسي استغل منصبه بالسفارة الروسية وكون علاقة غرامية مع هالموظفة، واستغل حبها ليه وبدأ يكون في شبكة جوسة تتكون من عدة موظفين في عدة بلديات تونسية منها باب سويقة والعوينة. وبمرور الأيام تم تغييره بجاسوس آخر واللي سارع في وتيرة التجسس، وصل للمناطق أكثر حساسية في قاعدة البيانات التونسية. في اللحظة واللي كان يتوقع فيها أنه بعيد على أعين الأمن تم رصده وتفكيك هالشبكة. إذن عزيزي المشاهد، شنو هي علاقة الجواسيس الروس تونس؟ وشنو كان دور سامية الموظفة البسيطة؟ كنت تحب تعرف القصة كاملة؟ معليك كان تبعنا.